السلام الابطال ديالي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتمنى الامور ديالكم تكون جيده. نتمنى انكم تكونوا كتستعدوا للدوره الاستدراكيه وكتوجدوا وتكونوا نسيتوا العثرات اللي وقعت في الدوره العاديه، وان شاء الله انكم غادي تكونوا كاملين من ناجحين، لان الله كيشوف المجهود ديالكم، وان داك النجاح اللي مخبي لكم اكبر من النجاح اللي كنتوا انكم بغيتوه في الدوره العاديه. وان شاء الله انكم غادي تنجحوا وغادي نفرحوا كاملين، وغادي تعم السعاده، وغادي ندوزوا واحد الصيف اللي زوين كاملين ان شاء الله. انا معاكم ومازال مستمر معاكم، ومازال كنعطي كل ما في جهدي باش انني في الاخر نشوفكم انكم فرحانين، لانني انا استاذ ديالكم بدوري انني ناجح في الدوره الاستدراكيه، وكنحس يعني باي حاجه حسيتوا بها. هادشي علاش ما غاديش نسمح فيكم، وغادي نبقى مواكبكم ان شاء الله حتى انكم تجيو وتقول يا استاذ راه نجحت. هاد الحصه غادي تكون مهمه، غادي نحاول نشرحوا فيها منهجيه روايه لص والكلاب باعتبار انها مرشحه بواحد النسبه كبيره، عاد من بعد اننا نرجعوا ظاهره الشيء الحديث ان شاء الله ونشرحوها ونخدموا عليها. غادي نشرحوا كما قلت لكم المنهجيه، غادي نشرحوا نماذج كيفاش نديروا التحليل، غادي نعرفوا الاسئله كيفاش كيتحطوا، وكيفاش نضمن 6 النقط كامله في روايه لص والكلاب في حاله انها تحطات. في حاله انها تحطات ممكن اننا نضمنوا 6 النقاط كامله بكل سهوله، لانني غادي نوريك جميع الاسئله اللي كيتحطوا، غادي نوريك النقاط اللي ممكن انك تضمن فابور وديهم معاك الامتحان، وغادي نوريك السؤال اللي كيتبدل وكيفاش ممكن انني نجاوب عليه تحط في الامتحان، وهكا غادي اننا نضمنوا ان شاء الله 6 ديال النقاط. ايضا باقي عندكم مشكل في شي حاجه، حاولوا انكم تخليوها لي في لي كومونتير باش نحاول نخدم عليها في الحصص المقبله ان شاء الله، لانني كما قلت انا معاكم وغادي نبقى معاكم وسند ليكم. من بعد ما عرفنا هاد النقاط الابطال غادي ننتقلوا باش نديروا دراسه للامتحانات باش نعرفوا كيفاش كيتحطوا باش نولفوهم. بالنسبه لروايه لص والكلاب كما شرحت البارح انها كتكون من 18 فصل، يعني ضروري نكون ضابط الفصول كل فصل، ونكون عارف سعيد مهران شنو دار فيه او فين مشى او فين جا واش انتقم الى اخره، نكون عارف الشخصيات اللي كتدور في روايه لص والكلاب كسعيد مهران، كرؤوف علوان، كنبويه، كعليش، كنور، المعلم طرزان، شيخ علي جنيدي وغيرها من الشخصيات الرئيسيه، ونكون ضابط الفصول. علاش؟ لانه فاش غادي يحطوا لي واحد القوله غادي تكون مثلا في الفصل الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس ولا السابع ولا الثامن الى الفصل ال18، يعني ضروري خص يكون ضابط الفصول، لانهم الا كنت ضابط الفصول وعارف الصفحات مزيان غادي انهم يعاونوني باش نضمن النقطه كما غادي نوريكم. يعني فاش كتحط لي قوله خصني نقراها ونشوف الصفحات، مثلا الصفحه 27 35. وايضا واحد النقطه مهمه اللي غادي نعاونكم وغادي نعطيكم يعني الصفحات، يعني هو فاش تلقى الطبعه الاولى 2006 او الطبعه ديال 2006، فاش تلقى الطبعه ديال 2006 انا غادي نعاونك باش انك تعرف يعني هاد الصفحات ممكن انكم تسكرينيو وكتشوف الصفحات. مثلا كما قلت لكم هنايا غادي تشوف مثلا هنا الصفحه 27، الصفحه 35 الطبعه 2006، غادي تجي تقلب على 26 فين كاينه 26 كما شفتوا ها هي كتبدا، يعني الصفحه 27 غادي تبدا لنا من هنا الى 35. اذا عندي فين الفصل الثالث، اذا كنقول انها الفصل الثالث. نشوفوا قوله اخرى مثلا، لاحظوا معايا هنا قريت القوله وانا نلقى مثلا الصفحه 46 47 الطبعه ديال 2006، كتجي معايا كدير 46 كتقلب عليها هنا، يعني كتقلب هنا 46 فين كاينه بالضبط، ها هي غادي تكون بين 43 وبين 49، كنقول الفصل الخامس. ولا جيت قريت القوله غادي نلقى الفصل الخامس. اغمض عيناك مستسلما للهواء، ثم انه حصل على مسدسه، هو فاش قال لي مد بيد اخرى المسدس، وبالتالي شكون اللي عطاه المسدس؟ يعني المعلم طرزان في الفصل الخامس. هكا انهم هاد الصفحات هادو اللي قدرتوا انكم تسكرينيوهم وعقلوا عليهم وحاولوا تراجعوهم، مثلا ديروهم نتوما على شكل ارقام، الفصل الاول والثاني والثالث والرابع ديروا مثلا على شكل نمره، الفصل 5 و6 و7 و8 ديروا على شكل نمره باش انك تعقل. تقول مثلا من 18 ل 25 18 25 26 36 27 42، تعقل على الصفحات باش يعاونوك، لانه ما يمكنش انك تحط لك قوله من روايه لص والكلاب وتعرفها وتضبطها وانت انك ما ضابطش يعني الروايه و18 فصل بزاف. فلذلك ان الصفحات غادي يعاونوك بزاف باش انك تعرفهم ان شاء الله. كما قلت الابطال هاد الصفحات مهمين باش انني نعرف داك الامتحان اللي غادي تحط ليا اش من فصل بالضبط، وحنا حيدنا النقطه الاولى. ثم انني كنجي كنقرا الاسئله ديالي. لاحظوا معايا بالنسبه للاسئله هادو اللي كيكونوا بالضبط واللي كيكونوا فيهم النقاط التاليه اللي غادي نقول لكم، زائد سؤال كيتبدل غادي نوريه لكم بشكل سهل وبسيط. يعني من بعد انا ما قريت القوله وعرفت ان مثلا كتاثر في الفصل الثالث عندما توجه سعيد مهران عند يعني رؤوف علوان صديقه، يعني وذهب الى فيلته واعطاه في الاخير 10 جنيهات، التفاصيل اللي كاينه يعني في الفصل الثالث. بعد ذلك كنجي كنشوف الاسئله.
وضع المؤلف في سياق العام، هذا السؤال ممكن يجيك ممكن ما يجيكش. معناه انني خصني ندير المقدمه، معناه انني خصني ندير يعني المقدمه. يعني هنا كنعني بها المقدمه خصك تكون حافظه مزيان. يعني هنا المقدمه خصك تكون حافظه البطل، لانك كتضمن فيها نقطه. المقدمه كنضمن فيها نقطه. ثم السؤال الثاني اللي كيجيني ديما هو تحديد يعني موقع المقطعين او المقطع ضمن المسار العام لاحداث الروايه. شنو معناته؟ معناته انني هذا المقطع انا اللي قريت خصني نقول انه كيتاثر مثلا في الفصل الثالث، وها شنو وقع في الفصل الثالث. هذا كنضمن انا في المقدمه، يعني غادي نضمن نقطه غير بشكل سهل. المقدمه غادي نضمن نقطه، هذا السؤال غادي نضمن فيه نقطه بشكل سهل وبسيط. يعني انا فاش عطيتك يعني ديك الصوره ديال انك باش كتعاونك باش تحدد الفصول، انت فاش حددتي الفصول بهاد الارقام هادو وقلتي ان كاين في الفصل الثالث، مباشره كتمشي كتذكر لي شنو وقع في الفصل الثالث. تقول لي شنو وقع في الفصل الثالث؟ ان سعيد مهران توجه الى جريده الزهراء البحث عن رؤوف علوان، ثم لم يجده فتوجه الى فيلته وصار ينتظر حتى عاد بسيارته، ثم دخلوا في حوار بين سعيد مهران ورؤوف. في الاخير قدم له 10 جنيهات التي اعتبرها سعيد مهران اهانه. انت عطيتيني واحد جوج سطور ولا ثلاثه هنايا. ثم ركزوا معايا مزيان، هذا السؤال هذا هو اللي كيتبدل، هذا السؤال هذا هو اللي كيتبدل. يعني بقاو عقلوا معايا مزيان. هذا السؤال ممكن انه يجيك على حسب المقطع. مثلا بحال هنا قال لك رصد مظاهر التحول في القيم الفكريه والاخلاقيه لدى رؤوف علوان ودورها في نمو احداث الروايه وتطورها. يعني انت انك لا كنتي فاهم رؤوف علوان في الروايه وتبعتي معايا الروايه، غادي تعرف ان رؤوف علوان يعني كان شخصا يعني عاديا، طالبا ريفيا، كان صديق سعيد مهران، ولكن ملي دخل سعيد مهران للسجن وخرج لقى يعني ان رؤوف علوان تغير على مستوى القيم الفكريه. يعني انه كان في الاول كينتقد الطبقه البرجوازيه ولا منهم، ثم الاخلاق ديالو ما بقاش يعني مزيانه. علاش؟ لانه انتهز سعيد مهران واستغله للوصول الى اهدافه، وبعد ذلك تخلى. ونتحدث على انه انتهازي. هنا غادي تشرحوا تقول وساهم يعني ذلك في تطور احداث الروايه ونموها، لان هذا التحول هو الذي جعل سعيد مهران يفكر في الانتقام وبالتالي طور الروايه. وهذا السؤال هذا كتكون عليه ثلاثه ديال النقاط خصني نركز عليه مزيان، وهذا السؤال كيتبدل. نعطيكم مثال. مثلا الا جيت انا لهنا لهذا السؤال هذا غادي نلقى يعني ابراز دور المعلم طرزان باعتباره قوة فاعلة في نمو أحداث الرواية وتطورها. هذا السؤال كما قلت شحال كتكون عليه ثلاثة ديال النقاط. يعني أن هذا السؤال ممكن يجيني مبدل. مثلا بعض المرات يقول لك بين دور بيت الشيخ علي الجنيدي، بين مثلا الحب أو علاقة سعيد مهران بكل من نبوية ونور، بين دور المسدس، بين دور البدلة، بين دور الصحافة. بالتالي هذا السؤال كيتبدل خصني نرد ليه البال. هذا هو السؤال اللي كتكون عليه ثلاث نقاط كيتبدل. شوفوا معايا مثلا درنا مقارنات، تقول لي يا أستاذ ولكن هنا لقينا بزاف ديال الأسئلة وهنا لقينا جوج ديال الأسئلة. لاحظوا معي، ربط المقطع بسياق العام داخل احداث الروايه، ها هو السؤال. تحديد المقطع، وضع المؤلف في سياقه العام. هنا ما عطاونيش، ولكن راه ضروري خصني ندير المقدمه. هنا ضروري خصني ندير المقدمه لان نقطه ما درتيش المقدمه ضعتي. ثم هنا السؤال ديال الخاتمه خصني ضروري تا هو ندير القيمه، واخا ما يعطوهاش ليا مزيان. نتمنى انكم تردوا البال هاد النقاط هادو، وحنا غاديين دابا خدامين مزيان هكا. ثم السؤال الاخير اللي كيجيني كتكون عليه نقطه، هو قال لك تركيب المعطيات المتوصل اليها في التحليل لابراز قيمه الروايه. يعني انني ندير واحد الخلاصه على هاد المظاهر الفكريه ديال التحول، ثم نبين قيمه الروايه وكنعطي لك كتحفظها. يعني هنا انك ممكن تضمن 6 نقاط بكل سهوله. نقطه كديها معاك ديال المقدمه، نقطه كذلك انا عاونتك فيها كديها معاك يعني تكون مراجع ليا الفصول وتكون ضابط الصفحات، ها انت انك ضمنتي نقطه. ونقطه ديال انك تلخص وتعطي القيمه، ها هي نقطه، دير فيها غير القيمه الا ما قديتيش، ها هي نقطه. وكتبقى لك 3 نقاط الاخرى خصك تقاتل معها بناء على السؤال اللي كيجيك. ممكن انني نعطيكم واحد البي دي اف نحط لكم على شكل صور اللي فيه جميع الاجوبه ديال هاد الاسئله هادو. يعني مثلا مظاهر التحول، الانتقام، الخيانه، الحب، مثلا المسدس، الصحافه، البدله الى غيرها، يعني من الحوايج اللي كيتحطوا في هذا السؤال اللي كيتبدل. وبالتالي خصني نرد لها البال ونراجع. بعض المرات يعطيك مثلا غير الشخصيات ويقول لك بين العلاقه بيناتهم، يعطيك الشخصيات يعني في المقطع ويقول لك بين لي العلاقات بيناتهم. فبالتالي هذا السؤال يتغير. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي الابطال، المنهجيه باش نضبطوها. نتمنى بالنسبه للمنهجيه اللي حافظ المقدمه ديال روايه لسوء الكلاب يحاول انه يكتب في الكومونتير انا استاذ كاتبه، او اللي يدير القلب غادي نعرفوا انه راه ديجا انه حافظ المقدمه. بالنسبه للمقدمه ديال روايه لسوء الكلاب، اهم حاجه انك المقدمه اللي تكون حافظ تعرف ليا فيها الكاتب نجيب محفوظ،
ثم تعطيني مثلا نبذه عنه، والروايه اللي كتب هي روايه لص والكلاب. مثلا بحال هذه المقدمه اللي كاتب انا هنا، ممكن تعدلوا فيها الا جاتكم طويله. ولد نجيب محفوظ عام 1911 وتوفي 2006. حصل على جائزه نوبل للادب عام 1988 عن روايته الثلاثيه. هنا كنعرف به. ممكن حتى هنا تعرف غير حتى هنا وتقول مثلا ومن ابرز روايته التي قام بكتابتها هي روايه لص والكلاب التي كتبها سنه 1961، وتعتبر نموذجا جديدا في كتابته في الكشف عن الواقع المصري، لانها تعبر عن مصر ما بعد ثورة الضباط الأحرار، وهي تحكي عن سعيد مهران. هاني دخلت شخصية سعيد مهران، ذلك اللص الذي خرج من السجن للبحث عن العدالة الاجتماعية والانتقام من الخونة. درت مقدمة ديالي، من وراها كنتبع الأسئلة. لاحظوا معايا الأسئلة، كنفوت السؤال ديال المقدمة، ديما وضع المؤلف في سياقه العام، يعني لأنني وضعت المقدمة كنحيدو، ثم كنجي كنأطر السؤال الثاني تحديد موقع. مثلا هنا عندي جوج ديال المقاطع، كنقول ما هو موقع المقطعين ضمن مسار احداث لروايه لص والكلاب. هنا مثلا عندي مقطع واحد كنقول ما هو موقع المقطع ضمن احداث الروايه. ثم هذا السؤال علاش خليته انا خاوي، هو السؤال اللي قلت لكم كيتبدل. مثلا رصد مظاهر التحول، كنقول اين تتجلى مظاهر التحول يعني في القيم الفكريه والاخلاقيه لدى رؤوف علوان، وما دورها في نمو احداث الروايه. ثم هنا كندير هذا السؤال اللي كيتبدل لي، ثم يقدروا يجوني جوج الاسئله نديرهم. ثم كنقول هنا اين تتجلى قيمه الروايه، هنا كاتبها لكم. هنا كتكون انك ضمنتي نقطه البطل، كتكون ضمنتي نقطه. ثم من وراها السؤال اللي قلت لكم انا كنبدا نجاوب دابا على الاسئله من بعد ما كنقرا هذه القوله هذه وكنعرف اش من فصل. كنجي كنكتب هذه الجمله هذه، كنقول تندرج احداث المقطعين او المقطع ضمن الفصل. مثلا هنا عندي مثلا الفصل 3، كندير الفصل مثلا 3 الذي انطلق فيه سعيد مهران نحو مثلا جريدة الزهراء للبحث عن رؤوف علوان، فلم يجده أو وجده مشغول، ثم توجه إلى فيلته وصار ينتظر حتى عاد. وكنعطي كاع التفاصيل، واحد 3 الأسطر. 3 الأسطر غادي نعطيها هنا التفاصيل شنو وقع بالضبط. هاني أنني ضمنت هنا نقطة، هنا ضمنت نقطة. ثم من وراها في المنهجية كنتقل للإجابة على السؤال المركزي. هنا قال لك رصد مظاهر التحول يعني في القيم الفكرية والأخلاقية لدى رؤوف علوان ودورها فين، كنجي كنجاوب عليه هنا. يعني هنا الإجابة عن السؤال المركزي، كنحيد هذه الإجابة عن السؤال المركزي وكنبدا كنجاوب. فمثلا كنجي كنقول مثلا فان رؤوف علوان يعني تحولت يعني قيمه الفكريه والاخلاقيه. فكان في البدايه قبل دخول سعيد مهران للسجن كانت قيمه يعني الفكريه يعني تدافع عن طبقات الفقراء، وكانت انها يعني ترفض يعني البرجوازيه، وكانت اخلاقه يعني تساعد الفقراء، وكان يساعد سعيد مهران ويقدم له المساعده وعلمه ودرسه وكذا الى اخره. ثم تحولت هذه القيم وهذه المظاهر، حيث ان قيمه الفكريه أصبحت انتهازية وأخلاقه أصبحت يعني مادية، مثلا لأنه استغل سعيد مهران وموقفه وضحى به ليصبح هو من الأغنياء، وغادي نعبر. وساهمت هذه التحولات في نمو الرواية، لأن بسببها أصبح سعيد مهران يفكر في الانتقام من رؤوف. درت واحد 3 سطورة جاوبت عليها، كنسالي الجواب ديالي، كندوز للخاتمة. كنقول نستنتج مما سبق، كنقول مثلا نستنتج مما سبق، ديما كنستنتج يعني السؤال اللي حلت، كنقول نستنتج مما سبق ان مظاهر التحول في القيم الفكريه والاخلاقيه يعني لرؤوف علوان جعلت من سعيد مهران يفكر في الانتقام وساهمت في تطور الروايه. كندير واحد الخلاصه، ثم انني من وراها كنعطي القيمه. هكذا تكمن قيمه روايه لص والكلاب لنجيب محفوظ باعتبارها انعكاسا حقيقيا لصورة المجتمع المصري، وسجلا تاريخيا واجتماعيا شاهدا على فترة من فترات مصر التاريخية. كما يمكن اعتبار الرواية رمزا أدبيا يكتف القيم والمواقف الثقافية والفكرية والاجتماعية. مثلا حتى هنا ممكن حتى لهنا وتسالي، ماشي بالضرورة تكتب كل شيء. المهم واحد 3 سطور 4. هذه هي المنهج اللي خصني نخدم بها في حالة أنها تحطات رواية لص والكلاب باش نضمن النقطة ديالي كاملة. دابا الابطال غادي ننتقلوا للمرحله الثانيه، هو اننا غادي نحاولوا نطبقوا هذه المنهجيه هذه على نموذج. غادي تقراو معايا هذا النموذج هذا وتشوفوه، واننا نديروا دراسه، وبالتالي غادي تفهموا، يبقى عندكم حتى شي مشكل. قرا لي المقطع، قرا الاسئله، وطبق نفس الطريقه اللي قلت لك، غادي يولي يبان سهل. واخيرا توقفت السياره امام باب القصر، وراح البواب يفتح الباب على مصراعيه، واضيء المصباح فغمر النور المدخل كله، واخرج سعيد مسدسه وصوبه نحو الهدف، وفتح باب السيارة ونزل رؤوف علوان. صاح سعيد: رؤوف! انتبه الرجل إلى مصدر الصوت في دهشة، فصاح سعيد: أنا سعيد مهران، خذ. غير أنه في الوقت نفسه انطلقت نحوه من الحديقة رصاصة أصاب أزازها يعني صميم آذانه. هنا
يعني ممكن انك يعني قريتي المقطع ممكن تعرفوا يعني من الوهله الاولى انه ينتمي الى الفصل الرابع عشر. علاش؟ لانك شفتي الرصاص، شفتي ان سعيد مهران بغى ينتقم، شفتي انه رؤوف علوان، بالتالي غادي تقول الفصل الرابع عشر. ولكن كنقول انا المرحله الثانيه في حاله انك انت قريتي مثلا المقطع وما قدرتيش انك تحدد انه كينتمي للفصل 14، ديما كما قلت كتجي معايا القاعده الثانيه، هي انك تحاول تشوف الطبعه 2006 كما كنشوفوا مزيان، ثم الصفحه 99. فاش شفت الصفحه 99 كترجع معايا يعني للصوره اللي كنت حطيت لكم. غادي نمشيو مثلا للفصل 14 مباشره. شوف 98 غادي تكون مباشره من وراها 99 حتى ل 103. اذا هنا عندي مباشره الفصل 14. كنعرفوا انه الفصل 14 هاني ضمنت النقطه. كنجي كنشوف الاسئله ديالي، شوفوا معايا الاسئله وقراو وحلوا نتوما جاوبوا. تحديد موقع المقطع داخل مسار احداث الروايه. اذا شنو خصني ندير؟ خصني ناطر هذا المقطع هذا من الفصل بالضبط ونهضر شنو وقع فيه، وراه عاطيني الاحداث هنا اللي غادي يعاونوني شنو وقع بالضبط. ممكن انا لما كنتش حافظ بعض المرات يعني الفصل وقلت انه كينتمي للفصل 14 هما الاحداث، ممكن نلخص من هنايا ونكتب. يعني تحديد موقع المقطع داخل مسار احداث الروايه، يعني كما كنقول لكم ديما من قبل المقدمه، ديما كتكون عندي هنا المقدمه من قبل مزيان باش ما تبقاوش تلفوا. ثم السؤال الثاني شنو قال لك؟ رصد اسباب التي دفعت سعيد مهران الى التفكير في الانتقام من رؤوف. يعني شنو هي الاسباب؟ يعني يلا هضرنا عليها في الاول، شنو هي الاسباب اللي خلات يعني سعيد مهران يفكر بانه ينتقم يعني من رؤوف. وهنا عطاوني جوج ديال الاسئله مركزيين. هذا السؤال غادي تكون فيه يعني نقطه ونص. والسؤال الثاني قال لك جرد القوى الفاعله الوارده في المقطع بالتركيز على الشخصيات الادميه وابراز العلاقه القائمه بينها. الشخصيات الادميه اللي مسيطره هنا اللي هو اللي قرينا يلا قرينا دابا سعيد مهران، رؤوف، ثم عندنا البواب اللي طاح ضحيه. هنا الشخصيات حددتهم، عرفت الاسئله ديالي، قال لك وابراز العلاقه القائمه بينها. ثم السؤال ديال القيمه في الاخر ديما ما ننساش، يعني السؤال ديال القيمه اللي غادي نديرها في الخاتمه، ما يمكنش نخلي الخاتمه بلا قيمه. من بعد ما قريت الاسئله ديالي وعرفت شنو مطلوب مني، كنجي اول حاجه كما كنقول لكم ديما هي المقدمه. حاول انك تعطيني مقدمه تحاول تعرف فيها يعني بنجيب محفوظ وبالروايه كما شرحت لكم نفس المقدمه. ولد نجيب محفوظ عام 1911، توفي عام 2006، حصل على جائزه نوبل للادب عام 1988 عن روايته الثلاثيه، ثم الف مجموعه من الروايات ابرزها روايه اللص والكلاب التي كتبها سنه 1961، وتعتبر نموذج جديد من كتاباته في كشف الواقع المصري ما بعد الثورة يعني الضباط الأحرار، وهي تحكي عن سعيد مهران. وتحاول أنك تكمل عادي بكل سهولة، ما عندكم مناش تخافوا. يعني لذلك اللص الذي خرج من السجن للبحث عن العدالة الاجتماعية والانتقام من الخونة. ثم بعد ذلك كنجي كنطرح الأسئلة ديالي. ما موقع المقطع ضمن يعني مسار الرواية؟ ثم السؤال الثاني اللي غادي يكون عندي غادي نقول مثلا ما هو سبب تفكير سعيد في الانتقام من رؤوف؟ السؤال كدير ديما علامة استفهام. ثم السؤال الثاني قال لك يعني فاش عطاونا شنو عطاونا؟ قال لك ما هي القوى الفاعلة؟ ما هي الفاعلة في المقطع؟ ثم العلاقة بيناتها كنديرها. ثم السؤال الاخر قال لك اين تتجلى قيمة رواية اللص والكلب؟ علامة استفهام. هاني طرحت الأسئلة هي نقطة، ضمنت نقطة. ثم بعدها شنو عندي السؤال اللي من وراها؟ كما كنقول لكم ديما نأطر القولة. هنا عندي القولة في الفصل 14 هاني درتها، نتوما جاوبوا لي غير بهذه الطريقة. غادي نقول تندرج القولة ضمن الفصل الرابع عشر الذي انطلق فيه، وكتعطيني شنو وقع فيه بالضبط ذاك الفصل، يعني تحاول تعطيني الأحداث اللي وقعت فيه. الذي انطلق فيه سعيد مهران نحو بيت رؤوف. كما شفنا راه عطاونا، هما راه عاونوني. علاش؟ هما راه عاونوني بزاف الابطال، لانه عطاوني شنو وقع. واخيرا توقفت السياره. ممكن انني حصلت نقرا غير هذا المقطع ونلخصو ونقول شنو وقع فيه، انه هذا كيمثل الفصل 14، ان سعيد مهران مشى قدام الفيلا انتظر حتى انها رجعت السياره، صح سعيد مهران. ها انت عطيتي يعني ما وقع في المقطع. كما قلت انا يعني ملخصه هنا عليكم. نحو بيت رؤوف بهدف قتله، لبس يعني ثوب الضابط الذي خاطه، ثم اكترى قاربا صغيرا وجدف به نحو يعني اتجاه جنوب قصر رؤوف علوان. وعندما وصل قرر أن ينتظر حتى يعود بسيارته، ومجرد أن توقفت نزل منها رجل أطلق سعيد عليه النار وهرب، لكن هذه المرة تعرض أيضا هو لوابل من الرصاص فأصيب. صافي هاني درت شنو وقع في المقطع. ممكن تلخصوا ديروا غير واحد 3 سطور.
ثم شنو قال لك في السؤال الثاني؟ هنا هما الاسئله المركزيه اللي كنقول لكم كتبدل. هنا قال لك رصد الاسباب التي دفعت سعيد مهران للتفكير في الانتقام. انت كنتي فاهم شويه وعارف ان يعني راه سعيد مهران كان صديق رؤوف، ورؤوف تبدل عليه، ممكن تعطي هذه الاحداث. شنو غادي تقول؟ قبل دخول سعيد مهران للسجن كان رؤوف يشرع له اللصوصيه، ولكن بعد خروجه من السجن تنكر علوان لمبادئه وافكاره وتملص من مساعده سعيد مهران. هذا اللي غادي يخليه يفكر في الانتقام بعد خروجه من السجن. وكذلك تحريض رؤوف علوان الرأي العام على سعيد مهران مما أزم الوضعية النفسية لهذا الأخير وأجج رغبته في الانتقام، وذلك بتصفية من يعتبرهم خونة على رأسهم رؤوف. هنا هذا السؤال ممكن تجاوب عليه بثقافة عامة لك انت فاهم الرواية، يعني انه علاش الاسباب اللي خلات سعيد مهران يفكر في انه ينتقم من رؤوف علوان. عندنا بزاف ديال الاسباب، منهم ان في الاول رؤوف علوان كان انه صديق ديال سعيد مهران، وكان انه كيشرع عليه اللصوصيه وكنقول لي سرق الطبقات البرجوازيه ومن بعد تخلى عليه. من بعد ان سعيد مهران ملي رجع عنده وبغاه يعاونو ويساعدو جرى عليه وعطاه 10 جنيهات وهانو. من بعد ملي رجع بغى يسرق الفيلا ديالو سبو جبد عليه المسدس وبقى انه كيعايرو. ثم كذلك زائد ذلك انه ولا انه كيكتب عليه في جريده الزهراء وكيكتب التاريخ ديالو، كيكشف التاريخ ديالو في اللصوصيه، ولا انه ما كيخليش في التقار كما كنقولوا، وانه ولا يعني كيبيع وكيشري به كما كنقولوا، كيستافد منه. فبالتالي سعيد مهران غادي يولي يفكر في انه خصو ينتقم. هادو هما الاسباب اللي خلاو يعني سعيد مهران ينتقم. ثم السؤال الثاني اللي كاين معاه شنو قال لك هنا؟ قال لك اعطيني القوى الفاعله، قال لك جرد القوى الفاعله الوارده في المقطع، ثم ماذا؟ بالتركيز على الشخصيات الادميه. بعض المرات يقول لك الشخصيات الحيوانيه مثلا او الغير ادميه، عفوا غير الادميه. هنا خصني نعرف انهم راه طلبوا مني مثلا الكلاب البوليسيه، وابراز العلاقه القائمه بينها. يعني شنو هي العلاقه القائمه بينها؟ هنا عندي جوج ديال الشخصيات رئيسيه اللي هي سعيد مهران يعني ورؤوف علوان. كنقول نرصد من خلال المقطع شخصيتين هما سعيد مهران وهو الشخصيه الرئيسيه في الروايه. ممكن نعطي شنو كنعرف عليه، لا بغيت ما بغيتش نكتفي هكا. ورؤوف علوان وهو الشخصيه التي اسهمت في تعليم سعيد مهران وتوجيهه وتغذيته يعني بافكار، اش من افكار؟ يعني افكار التمرد على الواقع وسرقه فيلات الطبقات البرجوازيه. يعني عطيت الشخصيات اللي عندي هنا، ثم غادي ندير العلاقه بيناتهم. العلاقه كانت في البدايه ايجابيه وتحولت الى سلبيه، خصك تجاوب. نلاحظ ان العلاقه بين سعيد ورؤوف كانت في البدايه علاقه وئام، توافق، صداقه، محبه، قبل دخول سعيد مهران الى السجن. لكن تحولت هذه العلاقه الى صراع وعداء وكراهيه بعد خروج سعيد مهران من السجن، لان شفنا كيفاش يعني رؤوف علوان تحول سجن. وهذا التحول يعني في العلاقه مرده الى تنكر رؤوف علوان للمبادئ التي كان يدافع عنها كما شفنا، ولا انتهازي. واعتبر سعيد مهران خطرا يهدد مستقبله ومصالحه ويجب التخلص منه. يعني هذه هي العلاقة، كانت في البداية علاقة يعني تلاؤم وعلاقة وئام وعلاقة محبة وعلاقة يعني تعليم، لأنه رؤوف علوان كان أستاذ يعني سعيد مهران، ولكن تحولت إلى عداء وكراهية والتفكير في الانتقام. من بعد ما ساليت عندي يعني كما قلت في المجموع ديال السؤال الثاني والثالث يعني 3 ديال النقاط. ثم بعد ذلك أنني أنتهي الى خاتمه، خصني نحاول نعطي فيها واحد الخلاصه على هاد المواقف اللي حللت انا. ثم انني نعطي القيمه. غادي نقول نستنتج مما سبق ان الانتهازيه التي تعرض لها سعيد مهران من طرف صديقه رؤوف علوان، خصوصا خيانه المبادئ، جعلت سعيد مهران يفكر في الانتقام منه، حيث سخر جميع الامكانيات لذلك، ولكن لم يتحقق له مطلبه لانه يواجه شخصيه تعلم كل خطوات سعيد مهران وتدرس جل افكاره. صافي. يعني هنا جيت شنو درت هنا حاولت ان نعطي واحد الخلاصه. شنو استنتجت انا من هنا؟ استنتجت على ان يعني الانتهازيه اللي تعرض لها سعيد مهران يعني من صديقه رؤوف علوان خلاته يفكر في الانتقام منه، وجاب جميع الوسائل، يعني المسدس، خيط البدله، جاب القارب، يعني كل الوسائل المتاحه، وجاب كاع الشخصيات يعاونوه. ولكن انه ما فلحش في ذلك. علاش؟ لانه يواجه استاذ ديالو السابق. يعني يواجه يعني استاذ ديالك كيعرف كاع الخطوات ديالك. مثلا بغيتي انت انك يعني تصارع مع واحد الاستاذ ديالك مثلا في الكاراتيه ولا الكيك بوكسين الى اخره، واش ممكن انك تربحه؟ هو كيعلم كاع الخطوات ديالك فين تمشي. هادشي اللي وقع يعني لسعيد مهران. يعني فاش عطيت واحد الخلاصه ديما كتعطي انت الخلاصه على داكشي اللي حللتي، كتحاول تستنتج منه شنو بان لك. ثم نعطي يعني القيمه في الاخر. كنقول هكذا تظهر قيمه روايه لص والكلاب في انها تبحث عن العداله بين المجتمع
وقدرتها على الكشف عن الواقع الاجتماعي الذي نعيشه والمعاناة يعني من الظلم. كما تكمن أهمية رواية لص والكلاب في قدرتها على كشف الواقع الاجتماعي المصري بعد ثورة الضباط الأحرار وتعريته، حيتاش أننا ولينا كنشوف فيه بزاف ديال التناقضات. هكا أنك خصك تخدم يعني أي مقطع تحط لك، مثلا هذا المقطع ممكن تخدم هذا المقطع أيضا، تشوف كذلك مثلا قال لك جرد القوى الفاعلة الى غيرها من المقاطع لاننا ممكن نشوفهم مثلا في هذا البي دي اف، نقدر نحطوا لكم او اننا نديروا عليه ان شاء الله حصه الا بغيتوا اللي فيه جميع الاجوبه اللي ممكن انها تحط واللي ممكن انها تاخذ منها يعني النقطه ديالك كامله. مثلا بحال هنا قال لك مثلا راس الاسباب التي دفعت سعيد مهران الانتقام، يلاه جاوبنا عليه. مثلا غادي نشوفوا مثلا هذا السؤال قال لك يعني في هذا السؤال قال لك ابرز مظاهر المطارده يعني ودورها في نمو يعني الروايه. كذلك مثلا هذا المقطع قال لك ابرز يعني دور المعلم طرزان باعتباره قوه فاعله. مثلا هنا قال لك ابرز دور بيت الشيخ علي الجنيدي باعتباره قوه فاعله في نمو الاحداث. مثلا هنا قال لك جرد القوى الفاعله الادميه الوارده كما شفنا بحال هذا السؤال اللي عالجنا المبرزه العلاقه بينها. ثم مثلا هذا السؤال قال لك يعني ابرز سمات القوى الفاعله الادميه كذلك هو تعاود بطريقه اخرى يعني في المقطع والعلاقه القائمه بينها. مثلا غادي نشوفوا كذلك سؤال اخر، مثلا هنا قال لك ابرز دور الكلاب باعتباره قوه فاعله في نمو احداث الروايه وتطورها. خصني نشوف الكلاب شنو عنا بها، واش كلاب يعني الادميه او الكلاب البوليسيه. يعني مثلا قال لك عليش هنا يعني من الكلاب الادميه، نباح الكلاب مثلا من الكلاب البوليسيه. قال لك ابرز مظاهر الانتهازيه في الروايه باعتباره قوه فاعله، يلاه شفناه بسؤال اخر اللي تغير المواقف والافكار ديال رؤوف علوان. ثم قال لك هنا ابرز دور الحب باعتباره قوه فاعله في نمو الاحداث الروايه وتطورها. حب سعيد مهران لشخصيات خانته، وحب شخصيات يعني مثلا كحب سعيد مهران لنبويه وتغيرت، كحب سعيد مهران لابنته، حب سعيد مهران لنور بعد اختفائها. ثم هنا قال لك ابرز دور الشيخ علي الجنيدي. في الاول قال لك يعني بين بيت، هنا قال لك بين الدور ديال الشيخ علي الجنيدي. ثم قال لك ابرز البعد النفسي لسعيد مهران. كيفاش دايره النفسيه سعيد مهران؟ هي انها نفسيه متازمه تفكر فقط في الانتقام، ولذلك هذه النفسيه المتازمه جعلت سعيد مهران يفشل في كل الخطط ديالو. ابرز دور الانتقام باعتباره قوه فاعله. الانتقام في الروايه راه باين واضح ان سعيد مهران يريد الانتقام من كل من اعتبرهم خونه، وهذا الشيء علاش ان الروايه كامله تدور على الانتقام. ابرز تحول علاقه سعيد مهران بكل من نبويه ونور. كيفاش كان مع نبويه وكيفاش تحول، كيفاش كان مع نور كيفاش تحول. كذلك مثلا هنا غادي يقول لك مثلا ابرز دور الانتظار باعتباره قوه فاعله في توجيه سلوك سعيد مهران وتصرفه. سعيد مهران كان كينتظر يعني في الروايه بزاف، انتظار خروجه من السجن، انتظار عوده ابنته وماله وكتبه، انتظار يعني امام بيت يعني رؤوف علوان، انتظار يعني حتى الانتقام، الانتظار يعني النور في الشقه. بزاف ديال الانتظار في الروايه ممكن ان يلخصوا. هنا قال لك رصد مظاهر التحول في القيم الفكريه والاخلاقيه، يلا شفناه. وبالتالي هذا السؤال كما قلت راه كيتحط بزاف، ها هما راه كيبدلوا لك الصياغه الانتهازيه الفكريه. راه يلاه شفنا دابا شي 3 الاسئله تحطوا بحالهم. ثم قال لك بيان يعني مدى اسهام الصحافه باعتبار قوه فاعله في تطور احداث الروايه. نهضر على الصحافه وكيفاش ساهمت يعني في البدايه كانت تساعد سعيد مهران التعرف على الاخبار، واصبحت يعني عامل يعرقل سعيد مهران لانها اصبحت تكشف يعني كل خططها. ابرز دور البدله مثلا. ابرز دور البدله باعتباره قوه فاعله. شفنا البدله شنو قدمت سعيد مهران يعني في البدايه قبل الانتقام، وكذلك تحولت يعني في اخر الروايه الى نقمه عرقلت يعني هروب سعيد مهران. وبالتالي كاينين بزاف ديال الاسئله، هادو اغلب الاسئله اللي ممكن انهم يتحطوا كما شفنا انهم كاينين في البي دي اف يعني كاملوا بالاجوبه ديالهم. نتمنى لكم التوفيق الابطال، نتمنى ان هذه الحصه تكون دازت مزيان، تكونوا انكم فهمتوا فيها بزاف ديال الحوايج. انتظرونا ان شاء الله في حصتنا مقبله. وفقكم الله، مع السلامه.